بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صلوات ربي وسلامه عليك يا رسول الله. أهلا وسهلا بحضراتكم. اللقاء يتجدد بكم من جديد بعد غياب طويل. نعود إليكم. الحديث سيكون عن طريقة تحويل الأموال من خلال محفظة أورنج ماني. أمتلك محفظة أورنج ماني وأريد تحويل الأموال إلى شخص آخر. كيف يمكنني ذلك؟ بسهولة ببساطة نقوم بالدخول إلى محفظة أورنج ماني. طبعا يظهر لدينا دائما وكما هو معروف اللي هو رصيد المحفظة أسفل في هذه الخانة كما يشير السهم وكما تلاحظون. إذن أريد تحويل الأموال لشخص آخر، طلب مني تحويل الأموال لأي محفظة أخرى. نقوم بالضغط على الحوالات المحلية، هذا هو الخيار الذي يهمنا إذا ما أردنا تحويل الأموال لأي شخص آخر، سواء كان ذلك لسد بعض الديون أو مثلا لإهداء بعض الأموال أو لأي سبب آخر. نقوم بالضغط على الحوالات المالية ثم ستظهر لدينا هذه الخانة. طبعا نقوم بالضغط على الاسم المستعار هنا. الاسم المستعار سيكون هو رقم الهاتف الذي أريد إرسال الأموال إليه. أقوم بإدخال هذا الرقم مثلا، ثم بعد ذلك نختار مزود الخدمة. نقوم بالضغط على هذه الخانة. الآن ستظهر لي جميع المحافظ والبنوك الأردنية موجودة في الأردن، لأني قمت باختيار الحوالات المحلية: محفظة أورنج ماني، زين كاش، أمنية يويلت، دينارك، المحفظة الوطنية وغيرها من المحافظ الموجودة، وكذلك البنك العربي، بنك الأردن، البنك العربي الإسلامي الدولي وغيرها. سأقوم باختيار محفظة يويلت مثلا. أسأل الصديق أو الشخص الذي أريد إليه الذي أريد تحويل الأموال إليه أي محفظة يمتلك، وأقوم باختيار مثلا محفظة يويلت. الآن الغاية من التحويل لابد من الضغط على هذا الخيار، وهو خيار الغاية من التحويل أي سبب التحويل، الحوالة لصديق، أي سبب. نقوم بالضغط على أي خيار، وهذا خيار الحوالة لصديق أو لعائلة. الآن يطلب مني في هذه الخانة أو في هذا الخيار اللي هو المبلغ الذي أريد تحويله بالدينار. مثلا أريد تحويل 2.5 دينار بهذا الشكل. أقوم بالضغط بهذا الشكل. الآن ملاحظات هنا اختياري، أقوم بكتابة أي ملاحظة ثم سأقوم بالضغط على إرسال الموجودة في الأسفل. أقوم بالضغط على إرسال. هنا ستظهر لي معلومات الشخص. أتأكد من الاسم المستلم اللي هو اسم الشخص الذي أريد إرسال إليه الرسالة، وهنا أيضا أتأكد مرة أخرى من مبلغ التحويل، وهنا أيضا ستظهر لي رسوم التحويل إذا كان هنالك رسوم تحويل، وهنا سيظهر لدي المبلغ الإجمالي. الآن إذا ما أردت التحويل لهذا الصديق فإني سأقوم بالضغط على تأكيد، وسيتم تحويل الأموال بشكل فوري لهذا الشخص على المحفظة الخاصة به. أتمنى أن الجميع استفاد من هذا المقطع ومن هذه الحلقة، وفي حال كان لديكم أي سؤال أو أي استفسار فإنكم ستجدون روابط التواصل الاجتماعي: واتساب، فيسبوك، انستغرام وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي في التعليق المثبت، وكذلك في وصف هذا المقطع. إلى هنا نصل وإياكم إلى الختام، وسلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.